بالنسبه للبريباراسيون ديالنا كتمر في اجواء جيده الحمد لله. حنا واجدين باش نسيروا المقابله في احسن الظروف. الوليدات تقريبا كلشي مزيان، متحمسين باش يبداو اول بطوله الامانات السنه هذه مع اتحاد طنجه. كنتمناو نكونوا في حسن الظن الناس اللي عطاونا الثقه هذه ونمشيو في الاريحيه في هذه البطوله. بالنسبه لنا حنايا ما كنشوفوش النتائج قدر ما كنشوفوا تكوين لاعبين اللي قدروا يلعبوا في الفريق الاول. هذا هو الهدف الاساسي ديالنا. بطبيعه الحال ما غاديش نخليو النتائج، غادي ندافعوا على الحظوظ ديالنا مع اي فريق جا كيف ما كان النوع ديالو كيف ما كان النيفو ديالو. بطبيعه الحال كيف ما قلت اتحاد طنجه لا يستهان به، واخا هو يلاه صعد البطوله الاحترافيه، ولكن بالنسبه لنا هنا اتحاد طنجه لا خوف عليها بحكم اولا ستيفن شيخ لديه امكانيات كافيه لتسيير هذا الفريق، وعنده واحد التركيبه بشريه مزيانه بزاف اللي يقدر يمشي بها مزيان في البطوله. ولكن كنعرفوا بان الاهداف المسطره في هذه السنه هذه ماشي هي اخذ البطوله ولا شي حاجه، ولكن هي تكوين فريق باش يبقى في القسم الوطني الاول، لان هذا هو الهدف الاول. وكنظن باقي هذه الدورات اللي جايه غادي يبين اتحاد طنجه على المستوى الجيد ديالو، خصوصا بهذه التركيبه اللي عنده. كاين واحد التواصل بيني وبين ستيفن شيخه. كاين بعض العناصر اللي مثلا كتكون كتكون مريضه وكترجع تسترجع هذيك الحيويه ديالها. بالنسبه للمقابله ديالنا الجايه مع المغرب التطواني غادي تكون اما 3 ولا 4 في الشهر القادم. الاستعدادات ديالنا حنايا الحمد لله استعدنا بما فيه الكفايه، العناصر موجوده. كنتمنى ان شاء الله هذه الانطلاقه البطوله تكون في احسن الظروف، نجيبوا نتيجه مزيانه ونأديو اداء جيد اللي كيليق بفريق اتحاد طنجه.